32 يورو يعني 1055 جنيه. ما بتتحسبش كده يا صاحبي. ما بتتحسبش كده يا صاحبي. بيفطر اسبريسو وكرواسون ب2 يورو ومتجوز إيطالية السويسي. الجنيه جنيه بلده وما بتتحسبش كده يا صاحبي. جايبين تفة قهوة ورث التراب ب2 يورو ب2 يورو ب2 يورو 20. بيفطر اسبريسو وكرواسون ب2 يورو ومتجوز إيطالية ومخلف منها ومسميها بهانة. المصريين مسمينه فخر العرب الحقيقي، شقيان وبيمثل حال أغلبنا. الناس اتعلقت بيه وبكلامه على السوشيال ميديا لأنه فعلا كلام بسيط وخارج من القلب ومن لسان شاب شقيان. صاحب المقولة الشهيرة حب ما تعمل عشان محدش لاقي شغل. السويسي أو مصطفى بحلق مش كاريزما ولا دمه خفيف، لكنه شاب عشريني اتولد سنة 1994 من قرية بسيطة اسمها كفر كلا في مدينة طنطا محافظة الغربية، ومش من السويس زي ما كل الناس فاكرة، لكنه اتشهر باسم السويسي لأنه شبه مغني المهرجانات أحمد السويسي. شخص شبه كل المصريين، عايش نفس ظروف أي شاب اليومين دول، شقيان وبيحاول يلاقي لقمة عيشه اللي تقضيه لحد آخر الشهر هو وأسرته. والناس دايما بيحسوه أخوهم الكبير اللي بينصحهم، وعمرهم ما شافوه حد غريب عنهم خالص. السويسي ظهر في فترة قصيرة جدا لكن قدر إنه يتشهر أسرع من أي حد تاني على السوشيال ميديا، وحكايته حكاية شاب الدنيا لطشت معاه وقرر يسافر وهو عنده 15 سنة على واحد من مراكب الهجرة غير الشرعية، واللي السفر عليها بيكون انتحار، وده لأنه بيكون خطر جدا على حياة الشباب اللي راكبينه. لكن ربنا نجاه بعد 3 أيام ووصل لإيطاليا، بس الحكومة هناك ما سابتهوش في حاله وقبضت عليه وسجنته، بس لأنه كان تحت السن القانوني وما كانش معاه أي أوراق. سلموه للصليب الأحمر لمدة 15 يوم، وبعد كده دخلوه مدرسة لتعليم اللغة الإيطالية وشوية كلمات وجمل عشان تساعده في إنه يلاقي لقمة عيش كويسة في البلد ويعرف يعيش مع أهلها. لكن مصطفى كان هدفه الفلوس وهرب من المدرسة عشان يسدد الديون اللي كانت على أبوه واللي استلفها له لأنه كان كبير إخواته. أبوه ساعده يسافر عشان ينقله وينقل إخواته الصغيرين من الفقر اللي هم فيه، لكن المشكلة كانت إنه مش معاه أي ورق يثبت هو مين. وبعد هروبه من المدرسة اضطر إن هو يشتغل بالأسود، يعني من غير ورق وبعيد عن سجلات الدولة، وده يعتبر خطر كبير في أوروبا. اشتغل السويسي في محل خضار والمقابل إنه ياكل ويلاقي مكان ينام فيه، ومع الوقت بدأ يفهم الدنيا أكتر وبدأ ياخد مرتب من شغله وبدأ يتعلم لغة البلد من معاملته مع الناس. قدر يشارك 2 تانيين زمايله من مصر ويفتحوا محل خضار، وفي المحل ده اتعرف على بنت صغيرة اسمها إليسيا كانت بتشتري منه الخضار على طول، واللي كانت سبب في إنه يتعرف بعدها على أمها ماريانا واللي حبها جدا وعرض عليها الجواز ووافقت واتجوزها رغم إنها أكبر منه ب10 سنين وعلى ديانة غير ديانته. بعد ما اتجوزت السويسي خلاها تدخل الإسلام وخلفوا بنت وسموها ياسمين. وبيقول السويسي في فيديوهاته إن مراته حبيبته ماريانا هي صاحبة الفضل عليه في كل اللي هو فيه دلوقتي، وإنها استحملت معاه كتير خصوصا بعد ما اتنصب عليه من الناس اللي كان مشاركهم في المحل وسابوه على الحديدة. بس مصطفى مسكتش وراح اشتغل عامل في شركة إنشاءات ويوميته بقت 80 يورو، ورغم إنه قرر يدخل مجال السوشيال ميديا وينشر فيديوهاته مع ماريانا وبناته، وده اللي خلاه يتشهر جدا. بس عشان ما يعرفش ازاي يكسب من السوشيال ميديا ناس كتير بتاخد فلوس من وراه وبتستغل شهرته وهو مش عارف يعمل لهم حاجة. السويسي دايما بيقول إفيهات وأمثلة تسمع وتعلق في دماغ الشباب في مصر ودايما على لسانهم، زي حب ما تعمل عشان ما حدش لاقي شغل. السويسي منزلش مصر بقاله أكتر من 14 سنة ونفسه يرجع يشوف أمه وأبوه رغم إن البلد ظروفها الاقتصادية صعبة، ومع ذلك مش دي مشكلته، إنما المشكلة الوحيدة اللي منع نزوله هي ورق الجيش بتاعه. مصطفى أو السويسي نصيحته دايما للشباب اللي متابعينه إنهم ما يحاولوش يسافروا بالطريقة اللي هو سافر بيها، ويحاولوا يسافروا شرعي وبأوراق سليمة أحسن لهم عشان ما يعرضوش نفسهم للموت في مراكب مافيا التهريب. السويسي قال إنه ممكن ياخد الجنسية الإيطالية بس بشرط إنه يتخلى عن جنسيته المصرية، بس هو رفض وقال إنه لسه حب مصر بيجري في دمه، ومن هنا طلعوا عليه المصريين اسم فخر العرب الحقيقي. في النهاية مستنيين نشوف آرائكم وتعليقاتكم، وما تنسوش اللايك واعملوا فولو لصفحتنا على الفيسبوك واشتراك لقناتنا على اليوتيوب.